السلام عليكم، اهلا بيكم يا حبايبي. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده جايبه لكم اكله بسيطه جدا وسهله لكن طعمها بجد يجنن. هعمل معاكم البسارية المقليه المقرمشه، وهنشوف مع بعض ازاي نخليها مقرمشه من بره وطريه من جوه، وكمان بتتبيله بسيطه هتخلي طعمها يجنن. خليكم معايا للاخر، هقول لكم كل الاسرار اللي هتخليها تطلع معاكي مقرمشه وجميله ومن غير ما تشرب زيت خالص. الوصفه دي سريعه جدا واقتصاديه، تنفع معاكي غدا خفيف أو مع شوية رز وسلطة أو حتى بالعيش. بس يا ريت قبل ما نبدأ، لو لسه أول مرة تشوفيني ومش مشتركة في قناتي، أتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل أحلى بسارية مقلية ازاي. أنا جايبة كيلو من البسارية اهي زي ما انتوا شايفينها، جايباها فريش كده. لازم تبقى معاكي تعرفي ازاي انها فريش وطازة، تكون بتلمع كده وسليمة مش مهرية خالص. انا غسلاها وسبتها في مصفى كده زي ما انتوا شايفين، سبتها حوالي 3 4 ساعات وحطيتها في التلاجة لحد ما صفت ميتها خالص، ما بقاش فيها اي مية. خلاص كده انا هبدأ بقى انضف، اشيل الراس بتاعتها والمصارين اللي جواها. هتشيل بتطلع بكل سهولة. هتجيبي بس طبق كده تحطي فيه الراس اللي بتطلعيها، وهتبدأي بسكينة كده او حتى بايديكي عادي، وتشيلي الراس وتسحبي المصارين كده مع الراس، هتطلع معاكي بكل سهولة. بس بالراحة برضو علشان ما تتهريش منك. زي ما انت شايفة كده بتشدي الراس كده، وبالسكينة بتشيلي المصارين بتاعتها، بتطلع معاكي سهلة جدا وبسيطة. هتعملي كل الكمية بنفس الطريقة دي، او بص لو بايديكي حتى ممكن تمسكي الراس بايديكي كده وتسحبي، هتلاقي المصارين طلعت مع الراس بكل سهولة. يعني اهم حاجة ان انتي بقى تنضفيها كويس وتشيلي كل الروس منها، عشان برضو المصارين والراس ما بتبقاش حلوة مع البسارية، لازم تتنضف. عايزة طريقة تانية لانك تنضفيها، ممكن برضو كده زي ما انت شايفاني بعمل كده بالسكينة برضو، تشيل الراس والمصارين هتطلع معاكي برضو بكل سهولة. بأي طريقة تعجبك، اهم حاجة انك تنضفيها. زي ما قلتلك اختاري بسارية فريش كده وطازة، زي ما انت شايفاها كده هتلاقيها بتلمع وسليمة معاكي. وانت بتغسليها برضو اغسليها بالراحة، ما تحاوليش تعمليها جامد كده عشان ما تتهريش منك. انت بتملي الطبق اللي انت حطاها فيه مية، وتبدأي تصفيها كده من المية بالراحة، وتغسليها كده مرتين ولا حاجة، وتحطيها في مصفى 3 ساعات او 4 ساعات او اكتر لحد ما تصفي ميتها خالص. وتبدأي تنضفيها بالطريقة، اي طريقة تعجبك زي ما قلتلك، سواء بايديك او بسكينة زي ما انت شايفة كده. هننضف كل الكمية بتاعتنا، وتعالوا بقى هقولكوا على احلى تتبيلة هنتبلها بيها تطلع طعمها يجنن. شايفين ما شاء الله نضيفة وجميلة. هنبدأ بقى نجهز التتبيلة بتاعتنا. هنجيب طبق كده احط فيه معلقة من التوم المهروس، انا دقاه كده في الهون، واحط عليه معلقة بهارات ومعلقة ملح، ومعلقة توم باودر ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون وشطة لو حبيت، يعني لو انت حباها يعني سبايسي شوية كده حطي شطة. وهجيب ليمونة كبيرة واعصرها عليهم، وهنشيل بقى اي بذر كده نزل من الليمون معانا. وهجيب برضو شوية خل، حوالي معلقة كده بس مش كتير، يعني عشان الخل ما يهريش برضو اللحم بتاع السمكة بتاعتنا. وهحط شوية مستردة لو عندك حوالي معلقة، ما عندكيش تمام استغني عنها خالص، ما فيش اي مشكلة، بس بتدي طعم حلو قوي للتتبيلات بتاعت السمك. واحط حوالي معلقتين زيت برضو كده، وهقلب كل التتبيلة دي مع بعض. ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. هنجيب البسارية بتاعتنا وهحط التتبيلة عليها، وهبدأ بقى اشربها كلها بالتتبيلة. بس برضو خلي بالك بالراحة وانت بتتبليها، البسارية لحمها بيبقى طري جدا، فمش عايزاها تتهري معاكي. بالراحة كده انت بس بتحطي مثلا المعلقة من تحت وترفعيها كده لفوق، بترفعي بس عشان توصلي للي مش متبل تحت، وتبدأي تتبلي كله، او تمسكي الطبق كده زي ما انا بعمل، وتبدأي تحركيه كله كده وتقلبيه في بعضه لحد ما كله يشرب معاكي بالتتبيله. وتسيبيها نص ساعه او ساعه بالكتير قوي، ما تسيبيهاش اكتر من كده عشان برضو اللحم بتاعها يفضل سليم. هنزل عليها بعد ساعه كده بمعلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وتقلبي كله في بعض وتغلفيها كده بالدقيق والنشا. ما شاء الله الدقيق مع النشا هيخليها مقرمشه جدا من بره، وبرضه هتفضل محتفظه بالطراوه بتاعتها من جوه. النشا هي اللي هتخليها مقرمشه معاكي وهتبقى في منتهى الجمال. زيت سخن بقى على البوتاجاز، وتبدأي تنزلي بواحدة واحدة كده، تطلعيها من الدقيق كده والنشا، وتنزلي واحدة بواحدة، ما تحطهمش بقى بالكبشة كده في قلب الزيت علشان ما يمسكوش في بعض وتطلع معاكي طرية ومش حلوة. تحطي واحدة بواحدة كده متفرقين عن بعض
عشان هي دي سر القرمشة بتاعتها، النشا، وانك تحطيها في زيت سخن وواحدة واحدة، وتبداي تقلبيها. هي مش هتاخد اكتر من دقيقة على النار وهتلاقيها ما شاء الله استوت، لان هي يعني صغيرة كده وما بتاخدش اي وقت، بس بتطلع بقى معاكي في منتهى السهولة، واكلة بسيطة مش هتاخد معاكي دقايق وهتكون جاهزة. اول ما تحمر معاكي كده ما تحمريهاش قوي، ما تتكيش عليها يعني في التسوية قوي، خليها لونها ذهبي كده وطلعيها، وابدأي اقلي كل الكمية بنفس الطريقة دي. هتطلعيها وتبدأي تحطي غيرها برضو. شفتي شوية الزيت؟ ما بص ما نقصوش، ما شربتش زيت خالص. هي مش بتشرب زيت عشان النشا والدقيق اللي انت مغلفاهم بيهم، مش هتخليها تشرب معاكي زيت. هترصي برضو واحدة بواحدة كده، علشان برضو ما تلزقيهمش في بعض، عشان ما يطلعوش يعني لازقين في بعض كده، وما يطلعش تطلع معاكي طرية ومش حلوة. ترصي بقى وتبدأي تحمريهم زي اللي قبلهم لحد ما تخلصي كل الكمية بتاعتك. بعد كده بتطلعيها بقى في مصفى او في طبق على طول عادي، هي مش شاربة زيت خالص، انا ما حطيتهاش في مصفى، انا طلعتها في الطبق بتاعي على طول، علشان انا واثقة ان هي مش شاربة الزيت. لكن انت ممكن عايزة تطلعيها على مناديل او في مصفى في الاول. تمام. شايفين انا طلعتها في الطبق على طول زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش زيت نهائي، وما شاء الله طالعة في منتهى الجمال، مقرمشة من بره وطرية برضو من جوه، وطعمها تحفة بجد، التتبيلة روعة. اتمنى انك تجربيها وتعمليها بنفس التتبيله دي. بسم الله ما شاء الله، غدا سريع كده، اعملي جنبها شويه رز وشويه سلطه او بالعيش، في منتهى الجمال. غدا اقتصادي وسهل وسريع. ولو حابه برضه تعمليها جنب وجبه سمك، لو انت عامله اسماك بقى وحابه تعمليها كده، تبقى جميله جدا برضه. الاطفال بيحبوا ياكلوها كده، حلوه قوي. يعني انا مش قادره اوصف لك جمالها بجد، طعمها وريحتها ما شاء الله جميله، وطبعا فوائدها كتيره جدا. البسارية دي من احلى واجمل الاسماك، مليانة اوميجا 3 ومفيدة جدا للكبار والاطفال. يا ريت تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو وجربتوها وطلعت معاكم حلوة، ان شاء الله تطلع معاكم جميلة. يا ريت تعملوا شير للفيديو عشان توصل الوصفة لكل حبايبكم والكل يجربها. وبألف هنا وشفاء للجميع. ولو لسه معايا لحد هنا، يا ريت تعملي لي لايك، وما تنسيش تشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واشوفك على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.